السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات المغاربة الكرام. في هذا الفيديو الجديد وتستمر فضائح جماعة العدل والإحسان. كاينه واحد الفضيحة ما تكلموش عليها بزاف ديال الإخوان، هو أنه جماعة العدل والإحسان اللي بالمناسبة هذه الجماعة هذه محظورة في المغرب عزاو البابا فرانسيس والكنيسة الكاثوليكية. أين هي القومة وداك التخربيق ديالكم؟ ما علينا. اليوم فضيحة واحدة أخرى ديال جماعة العدل والإحسان ديال تزوير الوثائق. كيزوروا الوثائق، شدوا واحد في مدينة وجدة كيزور الوثائق، داكشي ديال التأشيرة، الفيزا، جوازات سفر مزورة، طوابع وهمية إلى غير ذلك. وهذا المشروع هذا الإخوان ما عنده علاقة لا بالعدل ولا بالإحسان. واللي ما كيعرفوش هاد الناس هادو أن هذا العمل هذا يصنف ضمن العصابات الإجرامية الدولية. هذا عمل ديال العصابات، هذا عمل ديال العصابات، هما هادو العدل والإحسان. اللي كنكرر المرة الثانية بالنسبة للإخوان المغاربة أنها واحد الجماعة محظورة في المغرب. شوف هو هذا النشاط ديالهم، وكيجيو كيتكلموا لك على فلسطين ويمارسون أنشطة إجرامية اللي ضد القانون. هي هذه العدالة والإحسان، وهو هذا الإبداع. دائما كنسمعوا شي مصطلحات زوينة عندهم، الإبداع الحركي. نصبح شيال هذا، وشدوا عندهم مبالغ مهمة بالورو وبالدرهم، يمكن هو هذا التمويل ديالهم. هاد العدل والإحسان راه هي غير بحال قلتي الدرع الإعلامي ديال العدالة والتنمية، اللي كيعزيو البابا فرانسيس وما كيعزيوش المغاربة اللي ماتوا في السعيدية إلى غير ذلك. انت العدل والإحسان، حنا عارفين المشروع ديالك شنو هو، عارفين المشروع ديالك شنو هما، ولكن شنو علاقتك بالبابا فرانسيس باش تعزيه والمسيحية الكاثوليكية؟ أنا دابا كاين التعايش هنايا، علاش ما تعايشوش مع اليهود؟